اليوم باختصار هذه نقولها لكم، إن شاء الله مازال نرجع لها غدا. تبون يقول أن عفوا إخواني، من بين ما قال بأنه لن تفتح الحدود ما بين المغرب والجزائر حتى يعتذر المغرب على واقعة مراكش اللي قاموا بها مغاربة، وظلما حملت إلى الجزائريين، وقام الحسن الثاني بفرض الفيزا على الجزائريين. ولما جاء الحديث مباشرة على فرنسا، تكلم على أن فرنسا دولة قوية ودولة جارة ولازم نتعاونوا معها. إلى فرنسا اللي احتلت البلاد 132 سنة، قتلت الملايين من الجزائريين، ألغت الجزائر من الوجود، واستطيع أن أتحدث إلى الغد عن جرائمها وعن ما قامت به. ما كاش مشكل، ما نطلبوش منها الاعتذار، حتى الاعتذار ما نطلبوش منها. أما المغرب اللي قام مالكه السابق الحسن الثاني بفرض التأشيرة على الجزائريين، فإننا نطلب منه الاعتذار. والحقيقة أنه حتى ما قالوا ليس صحيح، لأن اللي قاموا على الأقل رسميا، والعصابة الجزائرية تعرفها وأنا كنت دبلوماسي يومها، بعملية فندق أسني في مراكش، هم في الحقيقة من أصول جزائرية. نعم، الحسن الثاني ارتكب خطيئة عمره، ربما تجيني فرصة نتكلم على هذه بالتفاصيل، كيف عشناها في ليبيا مع السفير محمد السعيدي إلى آخره. كان هذا أعتقد ذاكرتي جيدة في أوت 94. نعم، الحسن الثاني ارتكب خطيئة عمره، لأن العصابة التي كانت لدينا وكانت بدأت تقتل في شعبها في التسعينات باسم الحرب على الإرهاب، كانت تنتظر خطأ مثل هذا باش تغلق الحدود. في الحقيقة غلق الحدود جاء من طرف العصابة نتاعنا. الحسن الثاني أجرم في المغرب إجرام رهيب، وارتكب فظائع ضد المغاربة، وارتكب خطأ في هذه القضية، لكنها مقارنة مع فرنسا هذه قطرة في محيط. هذا واحد. الأمر الثاني أن اللي يغلق الحدود، واللي راه لحد الآن غالقها إلا على المخدرات تدخل وتخرج، ما كاش مشكل، بصح اللي غالقها على الشعبين، اللي في الحقيقة احنا شعب واحد في بلدين، هو العصابة نتاعنا. بالرغم أنهم في حديثهم الخاصة وفي لقاءاتهم كلهم مع أنهم يفتحوا الحدود ومع يروحوا المغرب، ومع بالعكس يحبوا حتى يروحوا ثم ويزوروا ويسكنوا، وعندهم ثاني في أملاك في المغرب في حدود معينة إلى آخره كلهم. لكن الناحية الرسمية هي غلق على الجزائر وغلق على سكان المغرب، على حدود المغرب. أكثر الناس اللي عانوا هم السكان الجزائريين في المنطقة الغربية على الحدود، والسكان المغاربة في المنطقة الشرقية على الحدود من داخل المغرب. هذه المنطقة كانت من بين قاتل معنا إخواننا المغاربة في جيش التحرير الجزائري، انضم آلاف المغاربة قاتلوا معنا، آلاف المغاربة انضموا وقاتلوا معنا. عشرات الآلاف من الجزائريين زحفوا ودخلوا المغرب. كثير من اللي راهم يسكنوا الآن الحدود الشرقية في المغرب ومن أصول جزائرية، وكثير من اللي راهم يسكنوا في الحدود الغربية في الجزائر من أصول مغربية. احنا شعب واحد، قبائل واحدة، أسر واحدة، لكن نظامين متشاكسين متعاكسين متضاربين، وإحنا دفعنا الثمن. وتبونهم هذا الذي يريد أن يصبح رئيس البلاد لا يفقه شيء، هو أصلا لا يعرف الحادثة ويتكلم عليها بدون علم وبدون معرفة. ثم في نفس الوقت نطلب من المغرب الاعتذار، أو من النظام المغربي الاعتذار، ولا نطلب من الاستعمار الفرنسي اللي دام 132 سنة، اللي هو بالمناسبة ما كانش عارف وقتاش دخل،
قبل 3 أيام ولا 4 أيام، قال الاستعمار الفرنسي الذي بدأ في 1832. أطفال في الابتدائي يعرفوا أن الاستعمار الفرنسي يا تبون جاء في 1830. مش جاء، غزا البلاد بعد سقوط الأسطول الجزائري في معركة نافارين في 1827 دفاعا عن الدولة العثمانية. ها هي الأصناف، وهذا أفضل ما لديهم الآن، بالرغم أن لديهم خصومة الآن، مش متفاهمين شكون يمر، لكن هذا أفضل ما لديهم. هاو كيفاش يفهم العلاقات الدولية. البلد اللي احنا وياهم شعب واحد، خاوة، أمازيغ، عرب، مسلمين، مالكية، وجوهنا كيف وجوهنا كيف، أشكالنا كيف أشكالنا كيف، أسماءنا كيف أسماءنا كيف. هؤلاء تظل الحدود مغلقة ونطلب منهم 70,000 شرط، وأولئك الذين لا علاقة لنا بينهم إلا بحار من الدماء أقدمهم عليها. معليش نتعاونوا معاهم ونتعاملوا معاهم ونمشوا وراء الأمور، ما كاش مشكلة. ها هي العصابات اللي تحكمنا، ها هو ممثلهم، ها واحد ممثلهم، هاي الوجوه البائسة التي يريدونها أن يجروا بها انتخابات.